السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال. جاي لكم النهارده فيديو جديد، فيديو مشوق. تابعوا معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا انا عملت ايه. يا ريت لو انت ما انتش مشتركه معايا في القناه يا ريت تشترك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تحطي لي اللايك وكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا وتبقي اخت من اخواتي. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. يا صباح الجمال او مساء النور على حسب ما انتوا بتشوفوني يا حبايب قلبي. النهارده بقى جاي لكم بيوم جديد وروتين جديد، كله نشاط وكله حيويه وكله طاقه ايجابيه. النهارده اليوم بتاعنا كله في المطبخ، وهاخدكم معايا كده جوله بعد ما هنخلص كده الروتين بتاعنا. نزلنا كده وخرجنا الولاد وكلت كده حمص الشام، حاجه كده انا يعني اول مره حرفيا اجربها. فقلت كده اما اشارك معاكم اليوم اللي انا يعني عشان انتوا عارفين ان انا بحب اشارك معاكم اي حاجه انا بعملها واي فيديو انا بنزله اي في روتين. فقلت كمان اخدكم معايا كده خروجه بره كده بسيطه انا والولاد. فيا ريت تتابعي معايا لاخر الفيديو، ما تجرش الفيديو عشان تشوفي انا عملت ايه والخروجه بتاعتنا النهارده، وتشجعوني بكومنتاتكم الجميله و... وربنا يخليكم لي يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. زي ما انتوا شايفين كده نرجع بقى للفيديو بتاعنا. المواعين كانت حرفيا كلها في قلب الحوض، يعني المطبخ كله كان حرفيا متبهدل. فهنظبط كده الدنيا وهتتابعوا معايا الشكل النهائي بتاع المطبخ. وزي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اطلع كده المواعين من قلب الحوض وارصها كده في قلب الرخامة جنبي، علشان انا هعمل كده المواعين كلها مرة واحدة وهتتغسل كده مرة واحدة، علشان حسيت ان كده يعني المنظر كده بينجز معايا وقت اكتر. طبعا انا بحب ان انا اشارك معاكم اي روتين ليا واي فيديو، عشان كده مش بحب ان انا اتاخر عليكم خالص. بس انا الفتره اللي فاتت ديت كنت تعبانه جدا، حتى انتوا تتابعوا من صوتي ان انا صوتي تعبان شويه، لان انا الحساسيه عندي في الشتاء مدمراني خالص. لان انتوا عارفين ان انا مريضه حساسيه وكان صوتي رايح خالص حرفيا، ما كانش مسموع خالص. ده انا دلوقتي بقيت احسن شويه علشان بدات ان انا اخد كده حاجات سخنه اشربها، وبدات ان انا اخد العلاج. عشان كده الدنيا اتظبطت معايا احسن من الاول بكتير، وبدات ان انا كده اتشجع كمان ونشاطك ونتنشط كلنا من بعض ونتشجع كده من بعض، وما اخرش عليكم الفيديوهات بتاعتي. وانا بحب جدا لما بشارك معاكم اي حاجه انا بنزلها، اكتبوا لي كلامكم الجميل وكومنتاتكم اللي بتسعدني وبتفرحني. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم وينول اعجابكم. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا يعني هطلع الحاجات من قلب الحوض واحطها كده جنبي، علشان زي ما انا قلت لكم هشطف كده يعني الحاجات كلها مره واحده. وانتوا عارفين ان انا مش بحب ان انا الحوض معايا اي حاجه استلس. اللي متابعني من زمان عارف ان انا مش بحب البوتاجاز قوي الحوض يبقى عليهم اي اتساخات. فانا دعكته كده كويس، وبدات ان انا ارص كده الحاجات اللي كانت جنبي على الرخامه احطها كده في قلب الحوض، علشان بقى ايه هشطفهم مره واحده. واجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي انا بصفي عليها المواعين بتاعتي، وهبدا بقى ان انا اغسل كده المواعين واحده واحده عشان اخد بالي برضو واخد حذري، لان المواعين فيها يعني ازاز وصيني وكده، وفيها برضو بلاستيكات علشان برضو اعرف انا بعمل ايه وما تلبخش. طبعا انتوا عارفين ان انا مش بعرف اعمل لكم اي حاجه غير لما الولاد يكونوا نايمين، يا اما مثلا مش موجودين معايا في قلب المكان اللي انا بعمل فيه. لان طبعا انا لو الولاد معايا مش هعرف اعمل منهم اي حاجه. فبرضو ربنا يخليهم ليا ويبارك لي فيهم ويبارك لكم في اولادكم وحبايبكم، ويرزق كل مشتاق باذن الله بالذريه الصالحه. زي ما انتوا شايفين كده انا بدأت ان انا اطلع الحاجات واحطها كده في قلب الرشاق، والحاجات اللي انا بحطها في قلب المطبخ قبل ما بحطها في المطبخ بصفيها الاول على الصينيه ديت، والحاجات اللي بتتحط في الرشاق بحطها كده في قلب الرشاق وبنظمها كده كويس عشان يبقى برضو الشكل ما يبقاش متهرجل معايا وما يبقاش متبهدل. وهبدأ بقى ان انا اخلص كده الحاجات، وهبدأ بقى ان انا انزل الحاجات اللي جنبي كده، اللي جنبي على الرخامه اللي انا لسه يعني ما شطفتهاش كده انزلها.
يا ريت تشجعوني كده وتحفزوني في الكومنتات يا بنات. ولو انت وصلتي معايا لغايه دلوقتي وما حطيتليش اللايك، انزلي بسرعه حطي لي اللايك، عشان اللايك ده اللي بيشجعني وبيحفزني وبيخلي غيرك يشوفني والفيديو بتاعي يترفع. وتكتبي لي كده كومنت حلو وتشجعيني كده وتنشطيني. وقبل اي حاجه يا ريت نصلي على النبي في الكومنتات يا بنات، عليه افضل الصلاه والسلام. وبشكر جدا اي حد دخل جديد عندي، ربنا يخليكم ليا وان شاء الله العيله بتاعتي مش هتكبر غير بيكم. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. زي ما انتم شايفين كده انا خلاص قربت ان انا اخلص كده المواعين اللي كانت قدامي في قلب الحوض. هبدا بقى ان انا طالما انا خلصت الجزئيه ديت اجيب بقى اشوف انا هعمل ايه. هدعك بقى تاني الحوض علشان بقى اخلص بقى لو في اي تراكم مواعين او صابون من اللي قبل كده، اظبط بقى الدنيا واغسل كده بقى الرخامه معايا، وعشان بقى ايه اكون انا خلصت الجزئيه ديت. وهشوف انا هجيب حاجه تانية اشوف انا هعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا امسح كويس قوي الرخامة. عايزة اقول لكم ان انا الفيديو دوت بقالي اسبوع يعني مصوراه، بس انا ما كنتش عارفة اسجله خالص لان انا الفترة اللي فاتت دي كنت تعبانة جدا. فانا لما تلاقيت كده الوقت ان انا اسجل لكم في الفيديو دوت، بدأت بقى ان انا يعني لما حسيت ان انا صوتي بقى احسن بدأت ان انا اسجله لكم واشاركه معاكم. زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز كان حرفيا متدمر وكان عليه تفيرة قهوة وكان متبهدل زي ما انتم شايفين كده. بس انا زي ما انتم عارفين ان انا كنت بولع العيون عشان تسخن كده وابدا ان انا ادعكها. بصراحة التجربة ديت يعني جايبة معايا نتيجة هايلة جدا، ان انا اولع كده العيون واسخنها وبعد كده اقوم دعكة العيون كويس جدا. اي اتساخات او اي اصفرار بيكون على العيون او على البوتاجاز نفسه بيطلع على طول. يعني بجد انا لما عملت التجربة ديت يعني نفعت معايا كتير. هبدأ بقى ان انا اشيل بقى كل الصابون والرغاوي اللي على البوتاجاز دوت. زي ما انتم شايفين العيون معايا بقت بتلمع، راحت منها اي اصفرار واي حاجه كانت متراكمه عليها. وهبدا بقى ان انا اظبط بقى الشكل بتاع البوتاجاز. طبعا ده راحه نفسيه مع بعضها، راحه ان انا يعني احس كده ان انا خلاص خلصت كده اللي ورايا والبوتاجاز كده بيرجع يلمع معايا زي ما انتم شايفين كده. بجد دي الراحه النفسيه بالنسبه لي لما بدخل كده مكان بامر الله، بخليه كده زي الفل زي ما انتم هتتابعوا معايا. هبدأ بقى ان انا ادعك كده الحوامل لان بقالي فترة كبيرة جدا ما دعكتهاش وحسيت كده ان هي عليها كده شوية دهون متراكمة. جبت بقى الفرشة بتاعتي دي على طول وقمت دعكاها. بجد الفرشة ديت انا يعني قلت لكم عليها قبل كده ان هي جميلة وبرضه هفضل اشكر فيها، بجد تحفة. والراس بتاعتها كده خشنة بتطلع من الحوامل بتاعت البوتاجاز اي دهون واي اتساخات على طول، ما بتغلبنيش في الدعيك. بجد المنظر بتاعها حلو جدا ويعني بتنجز معايا وقت كبير. زي ما انتم شايفين كده خلاص بدأت ان انا خلصت كده. هبدأ بقى ان انا اشطفهم كده، وجبت معايا بالمرة الحنفية بتاعت الحوض معايا ودعكتها كده عشان بقى يبقى كله كده في انتعاش كده وروقان، ويبقى راحة نفسية مع بعضها راحة. زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا اشطفهم كده كويس وهسيبهم كده يتصفوا على جنب لغايه بقى ما اخلص ايه اللي ورايا. هجيب بقى الجزئيه ديت المحببه لقلبي اللي هي ركن القهوه، الركن الصغير كده بتاعي، بحبه جدا ركن القهوه دوت. انا ما اقدرش اتخيل حياتي من غيرها يوم واحد. هبدا بقى ان انا اظبط كده الدنيا، وفي حاجات كده الملح كان ناقص معايا هبدا بقى ان انا ازوده، وكمان البرطمان بتاع البن كان خلصان. هبدا بقى ان انا جبت كيس بني كده وهبدا ان انا احطه كده في قلب البرطمان زي ما انتم شايفين. طبعا يعني ربنا يعيننا على الغلاء اللي احنا فيه بجد، يعني الحمد لله على كل حال. يعني كيس البن دوت يعني كان بتمنه ده كنا بنجيب يعني علبة اللي هي زمان بتاعة البن كنا بنجيبها. الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا ادعك كده الصينية بتاعتي علشان بقى اظبط بقى الدنيا واخلي بقى الشكل بتاع المطبخ كده كويس، وارجع بقى كل حاجة في مكانها.
يا ريت لو انت وصلتي معايا لغايه دلوقتي وما حطيتليش اللايك، اهم حاجه اللايك يا بنات، عشان اللايك ده اللي بيفرق معايا فضلا وليس امرا، وتكتبي لي كده كومنت حلو وتشجعيني وتحفزيني، وقبل اي حاجه تصلي على النبي في الكومنتات يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. و لو انت ما انتيش مشتركه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو ويجيلك اي اشعار باي حاجه انا هنزلها، وتكبروا العيله بتاعتنا وطبعا العيله بتاعتي مش هتكبر غير بيكم. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. زي ما انتم شايفين كده ان انا بدات ان انا ارجع البوتاجاز الناحيه التانية، لان انا الصراحه مرتحتش اللي هو بالطول كده، عملته بالعرض زي ما انتم شايفين. وبدات كده ان انا اكنس كده الحبه اللي طلعوا معايا من قلب البوتاجاز، بواقي الاكل اللي كانت بتقع. هظبط بقى الشكل النهائي بتاع المطبخ كده علشان اخلص بقى كل اللي ورايا، واشوف بقى يعني نخلص كده او نخرج بقى ناخدكم معايا جولة كده بره عشان تشوفوا انا عملت ايه. هبدأ بقى ان انا الم كده البواقي اللي طلعت كده من قلب المطبخ، وهجيب كده المية بالمعطر اللي انتم متعودين منها معايا، وهبدأ بقى ان انا امسح كده المطبخ بتاعي علشان يبقى كده خلاص بقى. وهبدأ بقى ان انا اعمل كده طبعا فنجان القهوة اللي انا ما اقدرش استغنى عنه. خلاص بقى خلصت كل اللي ورايا، وكمان كنت غديت الولاد، فهعمل كده فنجان قهوة عشان بقى ايه يعني خلاص بقى. كنت تعبت جدا، وانا كنت ساعتها وانا بسجل الفيديو ده كنت تعبانه يعني، وانا بصور كده الفيديو ده كنت تعبانه جدا. فقلت بقى اما اتنشط كده واتشجع واخلص بقى اللي ورايا وكمان عشان ما كسلش كده وكمان انشطك انت كمان معايا واحفزك ان انت تخلصي كده كل اللي وراكي. وكده خلاص بقى كنت القهوه بتاعتي كانت كده استوت، وهبدا بقى ان انا اصبها كده في قلب الفناجين، وهطلع بقى ان انا اشربها بره علشان بقى هتتابعوا معايا اليوم والخروجه بتاعتي. ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم وينول اعجابكم يا حبايب قلبي. وده كان الشكل النهائي للمطبخ يا بنات. لو انت تابعتي معايا لغايه دلوقتي ما تنسيش تحطي لي اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، تحطي لي اللايك اهم حاجه، وتصلوا على النبي في الكومنتات يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. بحبكم جدا. وهنا بقى كنا نزلنا وخرجنا وكانت كده فسحه كده بسيطه وخفيفه كده. اخدت كده الولاد وخرجناهم لان انا بقالي فتره كبيره جدا ما نزلتش خالص، وجبنا كده حمص الشام لان انا زي ما انا قلت لكم ان انا اول مره اجربه فعلا، اول مره ان انا ادوقه فعلا بجد. كان طعمه تحفه جدا والولاد كانت مبسوطه، وانا كمان كنت مبسوطه جدا من الخروجه ان انا كمان كان بقالي فتره كبيره جدا ما نزلتش. وفرحت جدا ان احنا نزلنا كده وغيرنا جو انا والولاد. زي ما انتوا شايفين كده يوسف ابني كان مبسوط جدا ان هو نزل وفرح جدا باليوم بتاع النهارده، ونزلنا كده وغيرنا جو. ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم. وده نهاية الفيديو يا حبايب قلبي، بحبكم جدا. ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وتحطوا لي اللايك اهم حاجة اللايك يا بنات، وتشيروا الفيديو بتاعي لكل اصحابكم وحبايبكم يا حبايب قلبي علشان ان شاء الله العيلة بتاعتي مش هتكبر غير بيكم يا حبايب قلبي. بحبكم جدا. ان شاء الله تتابعوا معايا يوم جديد وفيديو جديد وبروتين جديد كله طاقة وكله نشاط وكله حيوية وكله تحفيز ونتشجع كده من بعض. بحبكم جدا في الله يا حبايب قلبي. وخلاص كده كان اليوم بتاعنا انتهى. تصبحوا على الف خير، اشوفكم في حفظ الله وفي فيديو جديد. بحبكم جدا.